وصفة النهاردة بجد تستحق التجربة. عايزة اقول لكم ان هنعمل النهاردة قشطة الافران باسهل طريقة، وطعمها بجد يعني خيال يا جماعة، هتحبوها جدا جدا. استحالة تجربوا تعملوها في البيت بالطريقة دي وتشتروها تاني من بره، هترفضوا طبعا تشتروها من بره. اساسا سهلة وبسيطة وما بتاخدش اي مكونات. شوية دقيق كده وخميرة وشوية دهن، هنعملها بأقل نسبة دهن. بصوا الهشاشة، بصوا الخفة، خطيرة خطيرة خطيرة. يلا نبدأ المكونات. عايزة بقى لايك وشير وشجعوني يا جماعة. ويلا نبدأ الوصفة. كوباية مية حوالي 200 مللي، المج اللي موجود في معظم البيوت. 4 معالق كبار من السكر، وظرف الخميرة ده حوالي 8 جرام 10 جرام، مش هتفرق كتير. ظرف واحد من الخميرة الفورية. وهنقلبها تقليبة كويسة كده، وهنغطيها ونسيبها تخمر عشان نشوف تفاعلها شغال ولا لا. شايفين بقى الكوباية دي ساعتها 250 مللي، عيرت 4 كوبايات منها وهنخلهم للمرة التانية معاكم. ضروري جدا ندخل الدقيق اكتر من مره، يعني حوالي 3 4 مرات كده، مش 15 مره ولا حاجه يعني. لازم عشان ندخل فيها الهواء، وعشان نضمن ان هي نضيفه ما فيهاش اي حاجه. ربع او نص دي نص معلقه من البيكنج باودر، ورشه ملح بين صباعين. ومعانا اقل نسبه دهن، معانا ربع كوبايه زيت عادي، زيت تموين، اي زيت مش هيقول لا. ومعانا كمان ربع كوبايه سمنه. شايفين يعني كل نسبه الدهن نص كوبايه بس. هنبث كل المواد الدهنية بالدقيق، ونفضل نبث فيها كويس قوي عشان تبقى بالشكل ده، عامله زي الرمل المندي. بصوا التخمير بتاعنا حلو والخميرة نشطة وكل حاجة. هنبدأ بقى نجمع العجينة بتاعتنا كده في الطبق ونلم كده. انا في الاول ما بعجنش، انا بلم العجينة وهنزل بيها على الرخامة عشان اعجنها كويس قوي. ونطلع بقى كل الكبت بقى ونظبط الدنيا كده. ونبصوا انا هعجن عجن مبرح. بصوا يا جماعة، بصوا شوفوا طريقتي وانا بعجن عاملة ازاي. شيلي فيها وحطي واهبدي وارزعي، واعجني كده كويس قوي عشان يخش فيها كمية هوا محترمة كده. ولو حسيتي ان هي لسه جابسة شوية، بشوية مية دافية كده بايديكي، يعني دي كده في قيمة معلقة. اخدت مني بالظبط كوباية 200 ملي، ومعلقتين كبار من المية الدافية. وانتي بقى تحسي العجينة بتاعتك. وبعد كده كوريها، وحطي مثلا لو لقيتيها شققت كده يعني، حطي صباعك فيها كده، لقيتيها شققت يبقى محتاجة مية، ما شققتش يبقى هي كده تمام. خمرت معايا بعد مرور ساعة بالظبط. خمرت معايا بقت زي الفل. هطلعها بقى اعملها رول كده عشان اقطع منها. عملت حوالي 21 كورة، هي ممكن تطلع معاكي يعني 24 كده كورة ولا حاجة. انا كنت كبرتها شوية، بس حلوة جدا. عملت معايا حوالي 21 كورة وكده، تمام قوي قوي قوي. حلوة جدا. طبعا هي هتخمر تاني، بس انا بقى في المرحلة دي قبل ما احشيها هشغل الفرن على اعلى درجة حرارة، وابدأ احشي فيها. دي عجوة الطحان حلوة جدا طرية، ومش محتاجة اي دهن ولا اي حاجة. حطيت عليها شوية قرفة بس. بصوا بقى، ودي الكوبايه دي فيها معلقه سكر ومعلقه قرفه، ودي كوبايه فيها ربع كوبايه ميه ومعلقه كبيره سكر. دوبتهم